السيارات والطائرات والقطارات والموتوسيكلات وما إلى ذلك من المحرمات. كما تطالب المنظمة بعدم التعرض نهائيا لأمير الإعلام الذي يلقي بيانها هذا، وأن يتاح له مناقشة الشعب مباشرة ومن خلال البث المباشر، ولو أن البث المباشر هو أيضا حرام، ولكن للضرورة أحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. انتهى البيان والله من وراء القصر. سيد الإعلام، ما هو معنى تسميتها منظمة الكوكتيل الثوري في سبيل الله ليميتد؟ شوفي يا أختي، هو تم القضاء على الإرهاب خلال التسعينات من القرن الماضي، وقد اجتمعت بقايا التنظيمات المصفاة وعملت منها فيما بينها منظمة إرهابية تعتبر كوكتيل خليط سكالانس من كل بقايا الإرهاب في العالم. هذا هو معنى اسم المنظمة والله أعلم. سيادة الأمير، ما هي جريمة السائحين المحتجزين في حالة عدم استجابة الحكومة المصرية لمطالب منظمة الكوكتيل الثوري في سبيل الله ليميتد التي تمثلها سيادتكم؟ إنهم أبرياء، لماذا يقتل الأبرياء؟ أليس قتل النفس حرام؟ إلا بالحق في قتل الأبرياء. ومن الذي قال أنهم أبرياء؟ ومن الذي قال أنهم أبرياء يا كافر؟ نحن ندعو إلى الحق ونسعى إلى الحق ولنا في ذلك كل الحق. أما مسألة أنهم أبرياء فأنت في قولك هذا ما عندكش حق. اسمع، ليه؟ واي؟ لأنها مسألة لا يعلمها إلا علام الغيوب، ونحن إذا اضطررنا لقتلهم غير باغين ولا عادين فإنما نفعل ذلك في سبيل الحق، ثم إننا نردهم لخالقهم وهو أعلم بهم. فإذا كانوا أبرياء وهذا ما لا أظن فهم شهداء، وإذا كانوا غير أبرياء وهذا ما أظن فلهم جهنم وبئس المصير. وقد يشاء الله سبحانه وتعالى أن يمد في أجلهم بأن يهدي الحكومة المصرية للموافقة على طلباتنا، وهكذا تسير الأمور. كل شيء يسير بأمر الله. ولماذا تحرمون الأجهزة الحديثة باعتبارها أدوات للكفر كما ذكرت؟ وسكنتك أمك، وفي رواية أخرى فقدت. نحن لا نحلل ولا نحرم، وإنما الحلال بين والحرام بين، وهذه الأجهزة حرام في حرام لأنها حرام. وإلا فأخبرني أنت ما هو دليلك على أن التائل فديون والبيديو والغسالة والثلاجة والمكواة حلال؟ هل لديك دليل على أنها حلال؟ لا دليل، لا دليل على أنها حلال. وكذلك كل الأجهزة الأخرى التي ذكرتها على سبيل المثال من الحرام. ولا دليل أيضا على أنها حرام، والأصل في الأمور إباحتها. الحمد لله، ها أنت تدعو للأباحة وهذا هو حرام الحرام. وعلى أسوأ الفروض يا أخي، وباعتبار أن تلك الأجهزة شبهات فمن اللازم أن نعمل على درء الشبهات. لماذا لا نعود إلى الفطرة البسيطة فلا ننشغل بأدوات الشيطان هذه؟ لماذا لا نقتدي بأسلافنا الصالحين؟ هل يمكنك أن تدعي بأن أحدا من أسلافنا الصالحين كان يشاهد التيل فديون أو البيديو؟ كلا في حدود علمي. كما لم يكن أحد منهم يستخدم التليفون أو يركب الموتوسيكل. هل يمكنك أن تزعم بأن أحدا من أسلافنا الصالحين كان يستخدم المكواه أو يشرب من الثلاجة؟ كلا كما لم يكن أحد منهم يستخدم السيشوار أو الشامبو. لماذا إذا لا نقتدي بأسلافنا الصالحين وهم أولى بالاقتداء من هركليز وزينة والفس بروسلي؟ ومارادونا وجامبول بلمون وأنتن كوين وغيرهم ممن لا أعرف ولا يشرفني شخصيا أن أعرف. ولماذا أفهمت السلف الصالح رضوان الله عليه في حوار حول شريعة استخدام الأجهزة الحديثة وهي ولو وجدت في تلك الأيام استعملوها
لو أراد الله يا هذا أن يخلق هذه الأجهزة في زمن التقوى والهداية لخلقها، مما يفيد قطعا بأن هذه الأجهزة من فعل الشيطان أساسا لظهورها في زمن الضلال الشيطاني هذا عليه وعليك وعلى أصحابه اللعنة. وما هو دليلك على أن الأجهزة الحديثة من فعل الشيطان كما ذكرت؟ الواد تبعتهم من أي شبكة ده؟ شوف لما أقول حنبطة مش عايز. أنا لا أميل بطبعي إلى الثرثرة والجدل العقلي، فحاول أن تفهم قولي بقلبك وعقلك دون لف أو دوران هداك الله. من المأثور الذي لا يجادل بأن حال هذه الأمة لن ينصلح إلا بما صلح به أولها. فبماذا صلح أولها؟ هل صلح بالتيلفزيون أو البيديوه؟ كلا والله. هل صلح بالخلاط والسيشوار؟ كلا والله. هل صلح بالغسالة والثلاجة والمكواه؟ كلا والله. ثم كلا والله. ثم كلا. لقد صلح حال هذه الأمة عندما كان صالحا بالزهد، فلا تحاجوني فيها فإني ثابت كالطب. بس يوسف والآن ننتقل بأجهزتنا الخفية وبقوة القمر الصناعي بفصل 2 إلى مكان الاجتماعات بوزارة الجوانية المصرية، حيث اجتمعت قيادات الوزارة اجتماعا سريا لبحث الموقف، وفيما يلي تفاصيل ما يدور في الاجتماع السري على الهواء مباشرة. فماذا يدور في الاجتماع؟ هذا ما سنراه الآن، وستلاحظون أن الاجتماع يدور في إحدى البلوعات. الاحتياطات لجعل اجتماعنا سري جدا وفي غاية السرية، وعشان نقدر نتكلم عن الأزمة بصراحة وبراحتنا جدا. التقارير اللي عندنا بتقول في الحقيقة احنا ما عندناش عنهم معلومات أكيد، لكن من المؤكد توافر أدلة عديدة على أن هذا الكوكتيل الثوري في سبيل الله ليميتد مدعم من إحدى الجهات الأجنبية. من فضلك يا سيادة اللواء خلينا في حل المشكلة دلوقتي. ايه الموقف من مطالب الارهابيين؟ المطالب بتاعتهم مستحيل قبولها بالكامل، واعتقد ان الحل هو ايوه الحل اننا نهدم المعبد على الكل. بس ده ممكن يجرنا المشاكل مع الدول الغربيه، وخصوصا ان الرهائن دي مش اي ناس، دول منهم وزراء وسفراء. وبعدين احنا اساسا مش عايزين نهدم المعبد، لان العالم ككل ممكن يستهجن عمليه هدم المعبد. كل شيء قابل للمناقشه فيما عدا الطلب الخاص بتسليم السلطه للارهابيين خلال 5 سنوات، وانا متهيئلي ان هم حاطين المطلب ده اساسا للضغط، لكن طلبتهم الاساسيه هي دفن المومياوات وتحطيم الاصنام. وانا شايف ان المطالب دي بتمثل الحل الوسط في مفاوضتنا معاهم. يعني عاوز اقول ان الامور دي من الممكن بحثها. الموقف صعب
لكن اطمئنوا، الموقف ده سينتهي بدون ضرر سائر الأجانب. يبقى نفكر بشكل عملي جدا. نفكر بشكل عملي جدا. ايوه. المشكلة هي يعني على فرض جيب لنا الطلبات بتاعتهم، مين هيضمن سلامة الرهائن تماما؟ انا قصدي انا باسلوب المعرفه والارهابيين اكيد هقدر اقنعهم. وبعدين يا اخوانا هم مش هيستفيدوا حاجه من قتل الرهائن. هم يهمهم اساسا تطهير البلد من الوثنيه. تطهير البلد من الوثنيه ده بحسب كلامهم يعني. وبعدين ما تخلونا صراحه بقى، احنا في القرن ال21، يعني العالم كله وطن واحد تقريبا. يعني عاوز اقول ان الامور اتغيرت. يعني يا اخوانا ايه الفايده من وجود الاهرام في الوقت ده؟ ما هو كلام منطقي برضك اننا نستفيد من الاحجار بتاعتها. وبعدين يا اخوانا حكايه الاهرام والاصنام بتاعت زمان دي يعني كده ما تستاهلش بقى. ده كلام ناس مسؤولين يا عالم. احنا بنتناقش. ايوه بس نتناقش في المعقول. المعقول والعملي، المعقول والعملي. بس يا ريت نتحرر من كل العقد واحنا بنتناقش. ايوه وبكرر، يا ريت نتحرر من كل العقد واحنا بنتناقش، وخصوصا عقدة عبادة الماضي. اهو ده الكلام المعقول اللي يتقال في القرن ال21. كلام معقول وعملي. هناخد ايه احنا من ذكريات الماضي؟ عايزين كلام معقول وعملي. التراث لا يناقش بشكل نفعي او عملي. هناخد ايه من ذكريات الماضي؟ ده التراث ده هو ثروتنا. ثروتنا هي سمعتنا واستكبار عن بلدنا علشان الاستثمارات تهد علينا. هي دي سمعتنا. هنسوى ايه في نظر العالم لو انقتل الرهاين وطلب لهم ناس وزراء ومسؤولين ولا حاجه؟ ده كلام مظبوط يا باي انت دايما غتت. بقول لك ايه، انا لله في لله ما بقبلكش يا اخي. اسمع يا حبيبي، زمان الحكومة فكرت فعلا انها تدفن مومياوات ناس وميتين، احنا نجيب العالم يتفرج عليهم. طب ازاي؟ ده حتى الموت ليه حرمته واكرام الميت دفنه. هو ده تراثنا، وانا مش هو اللي بتتكلم عن التراث. انا عمري ما تخيلت اننا محتاجين نناقش البدايات بالشكل ده. عزيزي من غير ما نتناقش ولا نلت ولا نعجن. سمعتنا قدام العالم هي المفروض تتعمل. يعني الحل الوسط هو اللي قدامنا دلوقتي، واحنا وقتنا محدود ولازم نتصرف وفورا. يعجبني الكلام سيادتك يا سيادة اللواء، ان كلامك كده منطقي وعملي وصريح وحاسم جدا. ايوه والله. طيب هل الاخوه الارهابيين هيقبلوا يتنازلوا عن الشرط بتاعهم باستلام السلطه في خلال 5 سنوات؟ هيقبلوا ويسيبوا المسألة دي عليا أنا. يا حضرات اللواء، انتوا بتتكلموا زي ما تكونوا خلاص قررتوا موافقتوا. بقى ده كلام ناس مسؤولين يا عالم، بقى ده كلام يتقال. وما هوش معقول ليه يا بني يسوع عصرك وأوانك؟ هو معقولة إن إحنا نقف نتفرج على الرهائن وهم بيتقتلوا؟ أما أمرك عجيب والله العظيم. يا عالم يا عالم، الأهرام والمعابد والمومياوات دي أمانة في رقبتنا، لازم نحافظ عليها زي الأدلة. هي دي منجزات تاريخنا العظيم وتراثنا اللي مش ممكن يتعوض. يا حبيبي ما اختلفناش لكن احنا وقتنا محدود ولازم نتصرف وبأي شكل ومهما كانت التضحيات. طيب لما يشوفونا بنهدم تراثنا الحضاري، ما هو ده أكيد إزاء سمعتنا. مهما كنا بنتكلم عن سمعتنا كأمن وأمان. يا حضرات اللواءات، ممكن نقعد ونتكلم بروقان؟ اتفضل يا سيادة اللواء، اتفضل حضرتك. اتفضل. احنا ممكن نتفادى اي كلام في حقنا لما يتعمل التكتيك السليم بحيث ان الامور تعدي على خير ان شاء الله. ازاي تنتهي على خير؟ هقول لك ازاي تنتهي على خير. الطلبات اللي احنا ناويين ننفذها علشان ننقذ الرهاين ممكن نطرحها في استفتاء عام، واكيد النتيجة هتبقى 99.9%. شعبنا طبعا واعي، وزي ما انتم عارفين ان نتيجة الاستفتاء هتكون ايجابية كالعادة، ويبقى الشعب هو اللي قرر بنفسه
دفن المومياوات وتحطيم الاصنام، واحنا والله